السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا هنعمل النهاردة كحك العيد الدايب الجميل اللي انتم شايفينه ده، وهنعمل 3 اشكال مختلفة جميلة جدا من غير ما تستخدمي اي بصامة. انا بحاول اسهل عليك الطريقة والمكونات علشان تعملوا احلى حاجة على قناتي احلى وسهلة مع صافي، وهوريكم ازاي تسووا الكحك بطريقة جميلة وبطريقة صحيحة زي ما احنا شايفين كده. يلا الاول نعرف المكونات. معايا كيلو دقيق منخول، دقيق متعدد الاغراض يعني مش دقيق معين يعني، و3 معالق سمسم، 3 معالق كبيرة سمسم، ومعايا كمان معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة خميرة فورية، ومعايا كوباية مية دافية للخميرة نفسها والسكر هضيفها على الخميرة، غير طبعا المية الدافية اللي هعجن بيها. مقادير بقى السمن الكيلو الكحك 3 كوبايات اللي هو بالمج العادي ده اللي من المج الشاي العادي، 3 كوبايات سمن اللي هما يعادل 550 ملي. معايا طبعا هنا الفانيليا ورشة الملح والبيكنج باودر و3 معالق كبيرة نشا. طبعا هشيل من الدقيق 3 معالق دقيق، وعلى فكرة ممكن ما نشيلش دقيق ونحط نشا على طول عادي مفيش مشاكل. النشا ده بيخلي الكحك ناعم وفي نفس الوقت ما يعني وانتوا بتاكلوه كده ما بيلزقش يعني في الاكل وكده. خلاص ضفت كده النشا على الدقيق، وهضيف البيكنج باودر والملح والفانيليا. يعني كده بنضيف المكونات الجافة طبعا كلها مع بعض في الاول، وضفت السمسم، وطبعا هنقلب ونخلط المكونات كويس مع بعض. هنزل بقى بال3/4 كوباية مية دافية على الخميرة والسكر، وهسيبها كده شوية لحد ما تتفاعل وتختمر. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنزل بالسمن. السمن يا دوب نسيحه على النار، مش بنغليه ولا نقدحه ولا حاجة، لان دي طريقة الكحك على البارد. اقلب السمن كويس بمعلقة في الاول، وبعد كده هستخدم ايدينا. دي بقى اهم خطوة في الكحك اللي بتطلعه مظبوط، اللي هي بس الكحك او بس العجينة من بسها، يعني ان احنا نغلف كل جزء في الدقيق بالسمنة. لازم زي ما احنا شايفين كده، لازم نعمل الخطوة دي ونهتم بيها جدا. تحسي كده ان كل الدقيق خلاص اتغلف وتشبع بالسمنة. هنزل بقى الخميرة، الحمد لله كده هي طلعت الخميرة ناجحة يعني الحمد لله. هنزل عليها هنزل على العجينة بالخميرة واقلب. يعني هخلط الحاجة بصوابعنا كده، ما بنعجنش علشان ما تعملش عرق. هنزل طبعا بالمية الدافية. انا المية الدافية على فكرة بتدي نتيجة احلى من اللبن. انا ما بعجنش الكحك باللبن خالص، المية الدافية بتدي نتيجة احسن. ونختبر العجينة، لو لقيتيها كده طرية وناعمة وما فيهاش اي تشققات خلاص كده بتبقى ناجحة. العجينة احنا بنشكل عجينة الكحك على طول، ما بنسيبهاش تختمر ولا حاجة. هنغطيها بس ونسيبها ترتاح لحد ما نجهز الفرن. الفرن طبعا هيبقى على درجة حرارة 180، وهنشكل الكحك على طول في الصواني، والصواني غير مدهونة. هنا بقى المفاجأة، ازاي لو ما عندكيش بصامة تطلعي الكحك الجميل بالشكل اللي شفتوه ده. المصفى اللي عندنا في المطبخ دي اللي بنصفي بيها الحاجات المقلية قدامي اهي، ومعايا المنقاش لو حد مش عارفه ده المنقاش، ومعلقة والخلة بتاع الشيش طاووق. المصفى دي بقى زي البصامة بالظبط، بنضغط على العجينة او الكحكة من ناحيتين، يعني مرة بالعرض بالمصفى، ومرة بطول الخطوط بتاع المصفى، هتطلع لك الشكل بتاع البصامة بالظبط زي ما احنا شايفين كده.
هعمل كذا واحدة قدامكم علشان تتأكدوا من الشكل ومن ان دي طريقة سهلة وغير مكلفة. يعني لو مفيش بصمة خلاص مفيش مشاكل عادي، يعني ايه المشكلة؟ نتصرف احنا ونجيب حاجة تانية. اهو شايفين. هعمل واحدة كمان لان التصوير هنا مكانش مظبوط. اهو هخلي الخطوط بتاع المصفى بالعرض ومرة بالطول، هلفها كده مرة بالعرض ومرة بالطول، او اضغط بالعجينة نفسها على المصفى اهو. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ عايزة اعرف رأيكم بقى في الكومنتس، وتقولوا لي انتوا بتعملوا الكحك ازاي. دي بقى المعلقة مفيش مشاكل خالص زي ما انت شايفة، يا دوب بضغط مرة بالطول ومرة بالعرض. تمام كده. انا بلف العجينة علشان تاخد شكلين معكوسين، بيدي شكل كده جميل. كل حد بقى وابتكاراته. ابتكروا انتوا بقى، اكيد هتعملوا حاجة احسن. تمام كده. الموضوع سهل خالص وغير مكلف وما بياخدش وقت على فكرة. نعمل بقى بالمنقاش، ودي الطريقة التقليدية القديمة خالص، واحنا اطفال كنا بنحب نقعد كده ونساعد يعني مامتنا وجدتنا في الكحك. والمنقاش ده جميل على فكرة، يعني يعتبر حاجة كده فنية. ايه رأيكم؟ عايزة اعرف رأيكم في الكومنتات. شايفين الجمال ده؟ فن يا جماعة على فكرة، المنقاش ده فن يعني. كمان واحدة. عملنا اكتر من واحدة اهو، علشان اللي ما خدش باله في اول واحدة ياخد باله في التانية او في التالتة. لو ما فيش منقاش ولا ما فيش الحاجات اللي موجودة ديت، الخلة بتاع شيش طاووق برضو بعمل بيها الكحك على فكرة. هنعمل مع بعض دلوقتي. ولو ما فيش على فكرة خلة عندك في البيت، بحرف المعلقة ممكن نعمل الحركة دي على فكرة، بحرف المعلقة او الشوكة بس كده. الكحك بنرصه في صواني غير مدهونة، لانه كده كده فيه سمن، كمية سمن كفاية يعني. ما بندهنش الصواني للكحك. والفرن بيبقى على 180 زي ما قلت في الاول، ويدوب ان هو ياخد لون ذهبي خفيف كده من فوق ومن تحت. لو الفرن يعني مش مظبوط، ممكن نشغل الشواية خفيف جدا جدا، بس تتابعوها ما تسيبوهاش تحت الشواية مدة طويلة. تمام. لان هو الكحك بيغمق بعد كده بعد ما يطلع من الفرن، يعني يا ريت ما نسويهوش قوي. ولو الفيديو عجبكم يا ريت بقى نعمل اشتراك للقناة وشير ولايك، وتقولوا لي ايه رأيكم بقى في الثلاث اشكال اللي احنا عملناها دول، واستغنينا عن البصامة بتاعة الكحك. احنا بنتصرف بأبسط المكونات. واشوفكم قصة تانية، ومع الف سلامة.